امامه لاعبين شد من النغمي. ضربه جزاء، ضربه جزاء لفائده فريق اتحاد طنجة يقر عليها حكم اللقاء مصطفى الكشاف. طلب من المخرج يعطيني الاعاده بشكل بطيء باش نبينوا للجمهور هل فعلا هناك ضربه جزاء. النغمي امامه الهدهودي يدخل بيناتهم. نشاهدوا مرة أخرى واش شي لاعب لمس رجل ديال النغمي. لا أحد لمس رجل النغمي، لا عادل الحسناوي ولا اللاعب الهدهودي. ما كايناش ضربة جزاء، الحق يقال، وهذا الدور ديالنا أيضا باش نبينوا الحقيقة. لما الصحفي تيكون يعلق ما فيها باس يبدي الراي ديالو من خلال الاعاده اللي تعطى ليه المخرج وتتبين بوضوح وضوح الشمس بان لا احد لمس رجل النغمي، كان بعيد عليه الحسناوي. الحسناوي ما لمسش. الهدهودي صعيب عليا من الزاويه اللي فيها باش اقر هل لمس الهدهودي رجل اللاعب النغمي. في التنفيذ صاحب الاختصاص خالد الصروخ، امامه يحيى الفيلالي. يستعد خالد الصروخ، يستعد امامه حارس جيد يحيى الفيلالي. خالد صروخ يسدد ويسجل بطريقة جميلة وبكل هدوء. الكرة في اتجاه والحارس في اتجاه آخر. الهدف الأول لفائدة فريق اتحاد طنجة. إذا فريق اتحاد طنجة متقدم بهدف اللاعب خالد صروخ على إثر ضربة جزاء في الدقيقة 38.